لك يا زميلي أيمن مع النجم المصري محمد النني. محمد مرحبا بك، شكرا جزيلا على حضوري معنا في بي ان سبورتس. حاول أرسنال قدر الإمكان العودة في النتيجة، لكن عندما تواجه فريقا يملك ميسي سواريز ونيمار من الصعب ذلك، أليس كذلك؟ طبعا انت بتتكلم صح، احنا بنلعب احسن فرقه في العالم طبعا، واحنا عارفين ده وما بيخسروش بقالهم كتير. بس احنا عملنا اللي علينا النهارده وكان عندنا فرصه ان احنا ممكن نعوض النتيجه، بس الحمد لله يعني عملنا اللي علينا طول الماتش وقدرنا ان احنا يعني نمشي الامور زي ما احنا عاوزين. بس مش هقدر اقول غلطات دفاعيه يعني، بس يعني غلطات مننا هي اللي يعني تسببنا في الاهداف. بس الحمد لله ان شاء الله نركز في الدوري ان شاء الله ونسعى ان احنا ناخد البطوله السنه دي ان شاء الله. لكن هل توافقني الرأي بأن أرسنال خسر التأهل في مباراة الذهاب؟ اكيد احنا خسرنا اكيد، بس احنا قدرنا نحاول النهارده ومش جايين مستسلمين. احنا بنلعب فرقه كبيره بس يعني حاولنا والحمد لله على قد كده، وان شاء الله نركز في الدوري يعني ان شاء الله. الآن بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، بعد الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي، تبقى الدوري، هل ترى التتويج به ممكنا؟ آه، لسه في الملعب، الدوري لسه في الملعب وهنسعى ونركز في الدوري ان شاء الله. واحنا عندنا 9 ماتشات لسه ونقدر ان احنا نحسم الدوري لينا ان شاء الله. بس يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في الدوري ونحقق كل اللي احنا عاوزينه ان شاء الله. بأي إحساس تغادر ملعب الكامب نو؟ لأنك لعبت أول مباراة لك مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا، سجلت هدفا رائعا. بأي إحساس؟ حزن ورضا على المستوى الشخصي بما أنك قدمت وجها مشرفا اليوم في ملعب الكامب نو. الحمد لله يعني احنا عارفين له ملعب كبير وملعب رائع طبعا والاجواء جميله بس انا اكيد يعني الحمد لله يعني مبسوط شويه من مستواي الحمد لله النهارده والهدف اللي انا جبته الحمد لله بس زعلان شويه على النتيجه، عشان كان نفسي ان احنا نصعد هنا في الكامب نو. انا عارف ان الموضوع كان صعب شويه، بس مفيش حاجه صعبه في الكوره وكنا بنحاول النهارده، بس الحمد لله على قد كده الحمد لله. نعم، من غيرت القميص. ميسي. يلا بالتوفيق، شكرا. عودة إليك زميلي أيمن بعد هذا اللقاء الحصري مع النجم المصري محمد النني. شكرا لك أشرف، وتهنئة لمحمد نني، يعني هدف في برشلونة وقميص ميسي معك إلى لندن، ماذا تريد أحسن من ذلك؟ يعني ينقص التأهل. على كل حال نذهب إلى فاصل ثم نعود.